الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. معالي الوزير الأول لجمهورية الهند، أصحاب الجلالة، أصحاب الفخامة والمعالي، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي أن أعبر عن عميق سعادتي بالمشاركة في أشغال القمة الثالثة للمنتدى الهندي الإفريقي هنا في نيودلهي بهذا البلد الصديق وأحد أهم شركاء المغرب، وهي مناسبة أستحضر فيها بكل تأثر واعتزاز أول زيارة للهند سنة 1983 عندما ترأست وفد المغرب لمؤتمر حركة أدمي الانتحياز، ثم أول زيارة رسمية سنة 2001، وكذا العلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا منذ عهد جدنا المنعم جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه والزعيم الكبير جواهر لال نهرو وكفاحهما من أجل تحرر واستقلال الدول الإفريقية. كما نعبر عن إعجابنا بتجربة الهند في تطوير نموذج تنموي رائد مكنها من الارتقاء إلى مصاف القوى الصاعدة، وهو ما يعزز طموحها المشروع للقيام بدور أساسي في أجهزة الأمم المتحدة المكلفة بحفظ الأمن والسلم الدوليين. إنما يؤهل الهند لهذه المكانة هو ما تتميز به سياستها الخارجية من اتزان ومسؤولية في احترام الشرعية الدولية والوحدة الترابية للدول والدفاع عن مصالح الدول النامية وقضاياها العادلة. وإذ نعبر عن تقديرنا للموقف البناء لجمهورية الهند في قضية الصحراء المغربية ودعمها للمسار الأممي لحل هذا النزاع المفتعل، فإننا نتأسف لكون بعض الدول لم تستطع التطور بحيث ما زالت تردد خطابات وأطروحات متجاوزة مر عليها أكثر من 40 سنة. أصحاب الفخامة والمعالي، إن المنتدى الهندي الإفريقي الثالث يشكل فرصة مواتية لتقييم حصيلة التعاون بين دول الجنوب باعتباره إماد الشراكة الإفريقية الهندية، كما نريده فضاء لإرساء نموذج للتعاون جنوب جنوب فعال تضامني ومتعدد الأبعاد يقوم على الاستثمار الأمثل للطاقات والثروات التي تزخر بها بلداننا. ومن هنا فإن هذا التعاون يجب أن يتحرر من إرث الماضي وأن يتوجه لخدمة المصالح الاستراتيجية لبلداننا. إن التعاون جنوب جنوب الذي نطمح إليه ليس مجرد شعار أو طرف سياسي، بل هو ضرورة ملحة تفرضها حدة وحجم التحديات التي تواجه بلداننا، بحيث لا يمكن معها الاعتماد على أشكال التعاون التقليدية التي أصبحت غير قادرة على الاستجابة للحاجيات المتزايدة لشعوبنا. لذا يحرص المغرب على بلورة مشاريع ملموسة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون الثلاثي في المجالات المنتجة المحفزة للنمو وفرص الشغل وذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، ويتجلى ذلك في تطور وتنوع الشراكات التي تجمع المغرب مع عدد من الدول الإفريقية والتي تهم التنمية البشرية ومختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والدينية، وهو ما أهل المغرب ليصبح أول مستثمر إفريقي في منطقة غرب إفريقيا والثاني على مستوى القارة. حضرات السيدات والسادة، لقد انخرطت إفريقيا في مجموعة من منتديات التعاون الثنائية والقارية
التي تبقى مفيدة رغم ما يمكن تسجيله على بعضها من تداخل وعدم التوازن يؤدي غالباً لضعف مستوى الفعالية والالتزام. إن إفريقيا اليوم تستحق شراكات تعاون منصف أكثر من حاجاتها لعلاقات غير متوازنة بدعم مشروط. وكما قلت في خطابي بأبيجان، فإن إفريقيا ليست في حاجة للمساعدات بقدر ما تحتاج لشراكات ذات نفع متبادل ولمشاريع التنمية البشرية والاجتماعية. وقد سبق أن طالبنا إفريقيا بوضع ثقتها في إفريقيا، واليوم ومن هذا المنبر ندعو دول الجنوب لوضع ثقتها في دول الجنوب واستثمار ثرواتها ومؤهلاتها في خدمة التقدم المشترك لشعوبها من أجل اللحاق بالدول الصاعدة. إن مستقبل شعوبنا أمانة في أعناقنا، فإما أن نواصل التعاون والتضامن بين بلداننا خدمة لمصالحها، وإما سنخلف مرة أخرى موعدنا مع التاريخ ونرمي بشعوبنا إلى المجهول. وأود في هذا الإطار أن أعبر عن تقديري للهند ووزيرها الأول لحرصه على جعل هذا المنتدى مختلفاً عن باقي المنتديات السابقة، سواء من حيث أهدافه وتوجهاته أو من حيث طبيعة توصياته ومتابعتها، فقد عمل على توفير الظروف الملائمة لنجاحه وتمكينه من المؤهلات التي تجعل منه نموذجاً فعال للتعاون بين دولنا. إن المغرب مستعد للانخراط مع الهند في مبادرات مشتركة في إطار هذا المنتدى تهم المجالات ذات الأولوية لشعوبنا، والتي راكم فيها بلدانا تجارب وخبرات كبيرة، وذلك على غرار الشراكة المثمرة التي تجمع البلدين في مجال الفوسفات ومنشقاته، والتي نسعى لتوسيعها لتشمل برامج ضمان الأمن الغذائي ووضعها رهن إشارة بعض البلدان الإفريقية. كما نحرص أيضاً على فتح آفاق أوسع أمام التعاون بين البلدين، وخاصة في مجالات الفلاحة وصناعة الأدوية والبحث العلمي والتكنولوجي وتكوين الأطر، وجعلها في خدمة الشعوب الإفريقية. معالي الوزير الأول، أصحاب الفخامة والمعالي، إن الأمن والاستقرار هما عماد التنمية، وبدونهما لن تتمكن دولنا من النهوض بأوضاعها الاجتماعية ومبادراتها التنموية. وبالنظر لتداخل التحديات التنموية والتهديدات الإرهابية غير المسبوقة، فإنه ينبغي للدول الأعضاء في هذا المنتدى اعتماد مقاربة شمولية تقوم على إرساء تعاون وثيق مع الهند. ويظل المغرب مستعد لإحداث مجموعة عمل مشتركة للتنسيق وتبادل المعلومات في هذا الشأن، وإننا واثقون بأن الشراكة الإفريقية الهندية الواعدة قادرة على التطور بفضل تكامل الموارد والمؤهلات التي تتوفر عليها وتحقيق أهدافها في خدمة شعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.